اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. النهاردة هنعمل فيديو حلو قوي، أكلة مصرية حرشة كلنا بنحبها، وكمان الموسم بتاعها موجود اليومين دول، بتبقى في الشتاء بس. يلا بينا نعمل الأكلة الحلوة الحرشة بتاعتنا اللي كل المصريين بيحبوها، ما بيختلفش عليها اتنين. هنعمل أكلة جميلة جدا، وكمان هنعمل حاجة حلوة كمان في البيت. كل يوم بنشتريها من بره بس بقت غالية علينا. يلا بينا نشوف هنعمل الجمال ده كله ازاي. طبعا أول حاجة نزلنا تسوقنا، جبنا فلفل وجبنا قوطة وجبنا خيار وجبنا بتنجان وكمان بطاطس عشان هنعمل الغدوة. عايزة التحبيشة دي كلها. الأسعار يعني بقت يعني متوسطة، القوطة ب8 جنيه، وجبنا كمان والخيار كمان ب8 جنيه، والبتنجان العروس ب5 جنيه، بتختلف بس المناطق من واحدة للتانية. البطاطس هي اللي غالية شوية ب16 جنيه. وجبنا طبعا جرجير وبصل أخضر، وجبنا المكون بتاعنا الرئيسي في غدوتنا النهاردة، وكمان جبنا فول للتدميس، هندمس مع بعض الفول. يلا بينا نشوف هنعمل كل الحاجات الحلوة دي ازاي. طبعا عندي الدماسة الألمونيا بتاعتنا الجميلة اللي احنا بنحب نعمل فيها الفول بتاعنا. كده هجيب الدماسة بتاعتي. أول حاجة هبتدي بها الغدوة النهاردة، هندمس الفول في البيت. بنجيب ب10 جنيه فول وب10 جنيه طعمية، وعلى ما نجيب عيش وبتنجان مخلل بنخشلك في 50 جنيه للفطار. لا، أنا هدمس الفول في البيت. أنا كنت بعمل كده على طول. هنرجع نعمل كل حاجة في البيت. وطبعا ولادنا في المدارس ممكن تعملي سندوتشات منه، ونفطر منه نتعشى منه. هنا عندي الفول البلدي بتاعنا الحلو، ما بجيبش اللي هي السودا الصغيرة اللي هي الصعيدي بتبقى حمرا شوية كده، لا أنا بحب ده في التدميس. عندي طبعا الفول نضيف، أنا متأكدة من نظافته. وعندي هنا معلقتين من العدس هغسلهم عشان نحطهم على الفول بتاعنا. كده طبعا كل الخضار ده هنغسله وهننضفه كويس قوي، وهنشوف غدوتنا الحلوة ماشية معانا النهاردة ازاي. هنغسل كل الخضار طبعا زي ما انتوا شايفين كده. معانا بطاطس ومعانا الغدوة الحلوة بتاعتنا اللي احنا هنعملها النهاردة. هنخش بقى على غسيل الخضار ده كله ونخلصه كله. وعايزين نعمل النهاردة ايه؟ هنشوف معانا هنعمل الغدوة الحلوة بتاعتنا. يلا بينا نشوف هنعمل ايه الاول. عندنا كده، يلا هوب رحنا على البوتاجاز وولعت النار على العالي، وكمان حطيت الشياطة اللي احنا بنحطها للرز. انا بحطها عشان هحط بقى الفول يتدمس. هنحط بقى الشياطة على نار عالية في الاول. هنا انا غسلته وصفيته، غسلته مرة واتنين، شطفته طبعا من الأتربة وصفيته حلو، وحطيت الشياطة على النار عالية. وكمان هحط بقى المكونات بتاعة الفول بتاعنا. بصوا بقول لكم اهو، انا غسلته كويس جدا وشطفته مرة واتنين وتلاتة. هنحط ايه تاني؟ هنحط على نار عالية عشان الشياطة تسخن. هنحط بقى معانا معلقتين كبار من العدس الأصفر، بيخليه حلو معايا وبيديله لون حلو قوي، وكمان بيخلي قوامه حلو معايا. المية بتاع الفول بتاعتها بتبقى حلوة. حطيت معلقتين كده من العدس، وكمان ليمونة يدوب هفتحها كده واحطها بقشرها، بتديله مزازة حلوة. وكمان هحط معايا قطاية كده، هجيب قطاية افتحها واحطها. طبعا انا بعمل ايه دلوقتي؟ بسخن مية عشان نضيف عليه مية مغلية. اوعي تحطي مية باردة على الفول لانها تنشفه معاكي وهياخد وقت طويل جدا في السوا. هنا حطيت مية مغلية اهي. انا غليت مية في البراد بتاع الشاي وحطيت عليه مية مغلية. طبعا انا سايباه في الاول على نار عالية لحد ما يغلي معايا. هنا حطيت المكون اللي هيسرع في تسوية الفول بتاعي، معلقتين كبار من الخل. ما تخافيش، حلوة قوي الخل، هيزود السوى، هيسرع السوى قصدي، ويخليه يستوي معاكي بسرعة. انا حاطه يعتبر هنا بعد العصر بكتير على ما حطيت الفول يتدمس. كده حطيت المية المغلية بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده، والنار عالية. ومش هحط الغطا بتاع الدماسة، لا، هجيب حلة صغيرة ستانلس وهملاها مية واحطها فوق الدماسة عشان تسخن، تبقى مية سخنة. ونزود اول باول مية سخنة كل ما الفول ميته تنقص. تعالوا بقى هنا هنغسل. جايبة كيلو من البطاطس، قلتلكوا الاكلة بتاعتنا حرشة النهاردة وهتفتح النفس. كيلو من البطاطس هغسله. وكمان الاكلة هي القرنبيط طبعا في السوق، واكلة شتوية.
هجيب طبعا الميه، هجيب معايا دلوقتي نقعتها شويه عشان ايه، بيبقى فيها حتت من الطين صغننه كده فتبقى سهله معايا وانا بغسلها. هنجيب الليفه بتاعتنا بقى وهنغسل البطاطس دي حلوه قوي، هنضفها حلوه قوي بالليفه عشان نولع على بطاطس تتسلق. خليكم معايا، اكله حلوه تفتح النفس بجد، حلوه قوي. احنا بنموت في الاكله دي بجد، وعندي اولادي تنفع فطار، تنفع غدا، تنفع عشاء. بالليفه طبعا الناحيه اللي فيها السلكيه دي عادي بغسل، انا بغسل بالناحيه الناعمه. هنغسل بقى كده البطاطس بتاعتنا حلوه قوي طبعا من الطينه زي ما قلت لكم. البطاطس هي اللي غاليه ب15 وب16، انا نقيت المتوسطه اللي انا هسلقها. اغسلي بقى حلو كده عشان الاتربه، وعشان بتبقى البطاطس طينيه طبعا، فبتبقى فيها طينه من الغيط وكده، فنغسلها كويس جدا. صلوا على النبي وانتوا معايا كده في الفيديو. اللي اول مره يشوفني او مره يشوف قناتي يخش عندي يشترك في القناه ويفعل الجرس عشان يوصل لكل جديد من شروق وماما في المطبخ. واتمنى كل حاجه انا بنزلها تعجبكم. صلوا على النبي كتير واستغفروا كتير، وادعوا لاخواتنا الفلسطينيين ربنا معاهم ويقويهم يا رب ويرحمهم من اللي هم فيه. ربنا يرحمنا يا رب ويغفر لهم يا رب ويغفر لكل امواتهم يا رب العالمين. بجد مناظر صعبة، مناظر انا ما بقدرش اشوفها، ولا حتى بتفرج على اي فيديو. لو شفت حتى لمحت فيديو كده انا ما بقدرش اشوف الكلام ده كله. ربنا معاهم وينصرهم نصر عزيز مقتدر يا رب العالمين. غسلت البطاطس كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده، هشطفها بقى مرة واتنين، وهنحط عليها مية وملح ونحطها تتسلق. طبعا بلاقي فيها كده لان البطاطس خلاص في اخر السنة بتلاقي فيها حتت مش حلوة كده فبشيلها. وكمان هنغسل القرنبيط بتاعنا. القرنبيط بتاعنا موجود دلوقتي لسه بشاير كده حلوة. يلا بينا نشوف هنكمل ازاي. غسلت القرنبيطة بتاعتنا وقطعتها كده، بصوا جميلة وشكلها حلو. نقي القرنبيطة البيضة هتبقى حلوة قوي. وكمان ده نعناع حطاه ينشف بقاله يومين كده. وغسلت كل الخضار، القوطة وغسلت الخيار وغسلت طبعا الفول على النار زي ما انتوا شايفين كده، بصوا بيغلي. وحطيت فلفلاية كده عليه عشان تديله طعم حلو برضه. طبعا الميه دي بتسخن مع الفول، وكل ما تنقص الميه بزودها. وهنا البطاطس بتتسلق، وهنا ايه، بنعمل الغدوه بتاعتنا التحفه. وقلت بقى اعمل ايه، فنجان قهوه كده واقعد اشربه كده واريح شويه وبعد كده نكمل. طبعا هنا عملت غسلت البطاطس واتسلقت وقشرتها وهرستها كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده. هنعمل بطاطس بالكزبره والبقدونس وكمان بالفلفل، هتبقى حلوه قوي طعمها تحفه 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 زي اللي بتعملها المطاعم. انا عامله لكم النهارده اكله المطاعم، وكمان زايد عليها ايه القرنبيط بتاعنا الحرش الحلو. هنحط هنا شويه من الملح زي ما انتم شايفين كده. هنملح طبعا البطاطس بتاعتنا. طبعا انا مسكتها هرستها كويس جدا بهراسه بكوبايه كده، وتنزلي عليها هرس هرس كده تهرسيها ناعم. بجد طعمها حلو وطعمها تحفه البطاطس المهروسه دي. حطينا هنا كزبره، كمون، ملح، بتوابل بسيطة أوي من البيت من عندك هتعملي أكلة جميلة أوي. الأكلة طبعا دولت كزبرة خضرة، أنا بحط كزبرة خضرة على البطاطس المهروسة. لو عايزة كزبرة على بقدونس ماشي عادي، بس الكزبرة بتدي طعم حلو قوي للبطاطس المهروسة، بتخلي طعمها حلو. وكمان كزبرة جافة وكمون. وكمان هنحط عليها دلوقتي فلفلاية سبايسي وفلفلاية رومي، وتحطي عليها زيت. أحلى أكلة. احنا تشجعنا كده على الأكلة دي، قلنا عايزين أكلة شعبية حلوة كده وتفتح النفس، وكمان حلوة، وكمان هتلاقي نفسك بتجيبي من كل حاجة كيلو كيلو كده وانت جاية مش هتكتري. ده زيت، حطيت شوية من الزيت كمان اهو. عايزة تسيحي معلقتين من الزبدة وتحطيهم عليها اعملي كده برضو بتبقى حلوة. عايزين نكتر اليومين دول من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومن الاستغفار. يعني كل الناس معلش هتعدي، الأسعار غالية والدنيا غالية، وكمان عندنا مدارس. ربنا يقوي كل واحد على حاله إن شاء الله. بس قولي يا رب واستغفري وصلي على النبي، وإن شاء الله ربنا يعدي كل الكلام ده. أهم حاجة إن احنا في أمن وأمان، وأهم حاجة إن بناتنا وأولادنا رايحين جايين. أظن احنا شايفين فلسطين واللي حاصل فيها، ربنا يرحمنا برحمته يا رب. عندي هنا فلفلايه رومي بس حمرة،
هحطها اقطع حته منها كده. عايزين الوان، الالوان بتشد الاولاد وبياكلوا بيحبوا الحاجات الملونه. حطينا هنا كزبره خضراء، هنحط بقى فلفلايه حمراء وكمان حته سبايسي كده مش كتير عشان ما تبقاش حاميه قوي على اولادنا. كل ده قيمة غذائية عالية، انت ممكن تعمليها سندوتشات للولاد مع الفول ومع الحاجات اللي هنعملها. ممكن تغيري، يعني بلاش لانشون بلاش جبنة بلاش حلاوة في يوم وتعملي الاكل ده. حاجات مغذية جدا لولادنا، ارخص من اللانشون والحلاوة والحاجات اللي بنشتريها. هنديها بقى هرسة حلوة كده. طبعا بعد ما اخلص بنحطها في علبة بغطاء، بس انا عشان شغالة لسه فبسيبها تبرد شوية. نديها بقى هرسة حلوة بكل المكونات. بصوا الألوان، بصوا الألوان تحفة تحفة، قيمة غذائية وكمان شكلها تحفة قوي. يلا كده عندنا كمان هنعمل خلطة القرنبيط. أنا عندي هنا قطيتين بشرتهم، هنعمل خلطة القرنبيط بتاعتنا الجبارة اللي هتفتح النفس على الأكل. بشرت قطيتين زي ما انتوا شايفين كده بالمبشرة. عندي هنا بيضتين، ممكن تعملي بيضة واحدة، ممكن تعملي بيضة وشوية مية، اللي عندك في التلاجة اشتغلي بيه. انا عندي هنا بيضتين حطيتهم، يكون قيمة غذائية برضو لولادنا وتديهم غذا تبقى حلو. البيض بروتين، حطيه في الاكل. بيضة هو غالي اي الواحدة ب5 جنيه، انا عندي بيضتين هحطهم. هنحط بقى شوية فلفل اسود وهنحط شوية كزبرة وشوية كمون. هنتبل الخلطة الحلوة بتاعتنا دي. ده كمون طبعا، قرنبيط يعني كمون وكزبرة. القرنبيط بيبقى حلو قوي طول الشتاء، بجد بيبقى تحفة. ممكن تعمليه باكتر من طريقة، له كذا طريقة. كزبرة هنا، كزبرة ناشفة مع الفلفل ومع الكمون. وعندي هنا حتة دقة فايضة من تخليل البتنجان، فلفل على كزبرة على كمون على ليمون على خل هحطها عليها. هتديها طعم تحفة برضو كمان مع الخلطة الحلوة دي. يا سلام، الله الله على الروايح، لو شميتوا الريحة ريحتها تحفة. هنخلط بقى كل الجمال اللي انتوا شايفينه ده مع بعض، مع البيض مع القوطة مع الفلفل مع الدقة اللي فايضة من تخليل البتنجان. نضربها بالشوكة حلوة كده. وعندي هنا كمان شوية من اللبن، كانوا فايدين العلبة يعملوا نسكافيه، خدتهم حطيتهم في الخلطة دي. عندي هنا كزبرة على شبت، برضو مش بقدونس، كزبرة على شبت. هشيل العيدان دي وهاخد الأوراق بس. انا كده بقطع العيدان بتاعتها، وهنقطعه بقى تقطيع ناعم زي ما انتوا شايفين كده. هنقطعه ناعم ناعم كده عشان نخلطه في الخلطة الجبارة دي. الخلطة دي ممكن تقلي فيها بطاطس مسلوقة، ممكن البطاطس اللي انا هرستها دلوقتي انا عملت كده فعلا. هنقطع تقطيع ناعم ناعم كده بقى الخضار بتاعنا، كزبرة وشبت للقرنبيط. بلاش البقدونس، البقدونس هنقطعه عشان نطلع عليه كده بالسكينة. تقطيع ناعم ناعم ناعم، فرم ناعم كده. انا بحب اقطع الخضار على ايديا كده. كده خلاص قطعنا الخضرة بتاعتنا وحطينا البيضتين، ممكن بيضة واحدة، ممكن لو مش عايزة بيض خالص اعملي حبة لبن مع الخلطة ده هيبقى حلو قوي، بس البيض بيديله لون حلو. نلم طبعا اللي وقع مني، انا هفرشه فوطة كده على المطبخ عشان وانا شغالة ما يتبهدلش مني. زي ما قلت لكم عندي شوية لبن هنا كده فايضين من الولاد من النسكافيه، قمت واخداهم حطهم يجي نص كوباية من اللبن كده، كانوا سايبينه في الكيس حطيته كده. وهنضرب بقى الخلطة الحلوة اللي انتوا شايفينها دي كلها دلوقتي كده. فول والي عليه، وكمان البطاطس سلقت واتهرست، وكمان عملنا طبق بتنجان محترم مخلل. بصوا اكله بجد كلنا فيها اكتر من اللحمه والفراخ. ايه يعني لو ما جبناش لحمه والفراخ مش هناكل. هنا احط بقى شويه من الملح، كنت نسيت الملح، حطيت صباعي كده عشان انا ما بحبش طعم البيض، بس انا يعني حسيت ان انا نسيت حاجه، ببص لقيتني نسيت الملح. هنحط بقى الملح بتاعنا نملحه حلو كده، وهنحط سنة صغننة من الشطة عشان يبقى طعمه حلو كده، وهو احنا بنقليه يبقى سبايسي كده يفتح النفس على الاكل. ناس كتير قوي بتحب الاكلة دي، بس ايه بلاش. انا عملت الفول دمسته عشان نحط طبق كمان جنبه في الغداء او في العشاء. حطي بقى الدقيق بتاعك واظبطي قوام الخلطة الحلوة دي. عايزين القوام حلو كده عشان لما تحطي تقلي فيه يبقى حلو قوي.
هنقلب بقى الخلطة الجبارة دي، هنخلي سمكها كده متوسط عشان لما تحطي قطعة القرنبيط فيها تشيل معاكي. بالشوكة بقى وخليتي الجمال. بصوا الله الله على الريحة. حطيتي لبن، حطيتي بيض، حطيتي خضار، حطيتي قيمة غذائية عالية. بجد هو مفيد جدا. بس يعني ايه، في ناس تقولك انت بتحطي قيمة غذائية وبعد كده تقلي. احنا بنحبه مقلي صراحة، بس هنعمل ايه، اتعودنا على كده. في ناس ممكن تحطي الخرطة دي عليه وتقلبيه وتحطيه صينية في الفرن وتحمريه من فوق ومن تحت وتقطعيه قطع كده وتشيلي العود بتاعه، الاناقيد بتاعته. بصوا الخلطة الجبارة دي ريحتها تحفة وجميلة جدا. وكمان انا بحط شوية دقيق كمان لان لقيتها خفيفة شوية. يعني الولاد كلوا منها، وكمان اللي بقى يجوع بقى يخش يعمل سندوتش من الاكلة الحلوة اللي احنا عاملينها دي. يلا سرحانه في ايه؟ اللي ما حطتش اللايك تحط اللايك وتفعل الجرس زي ما قلت لكم عشان يوصل لها كل جديد من قناتي. وان شاء الله يا رب القناه كنت بقالي فتره كده ما نزلتش عليها حاجه فوقعت شويه، ارجعوا عليها لي ان شاء الله عشان ربنا يرزقني منها خير يا رب العالمين. بصوا القوام ده بقى خلاص، هو القوام ده حلو قوي. يلا بينا. الفول على النار وحطيت كمان طاسة. بصوا الفول شغال على النار اهو، وحطيت طاسة كمان فيها زيت عشان هنقلي الجمال ده كله ونجهز بقى الأكلة. ما تقليش القرنبيط إلا ساعة الأكل، ساعة الغدا، ساعة العشاء، عشان ما يتاكلش إلا وهو سخن. يلا كده بقى نقلب الخلطة ونقطع بقى كده على القرنبيط متوسطة معانا اهو كده. كان السلق وكمان برد. انا مستنيه بس على ما الزيت يسخن عشان نقلي القرنبيط بتاعنا. وكمان الفول على النار خلاص قرب يستوي. قعد يجي 4 ساعات على النار. حطيت له معلقتين خل سرعوا في التسويه بتاع الفول وما اثروش في طعمه في اي حاجه. بصوا كده الزيت سخن. هنحط بقى القرنبيط وهنقلي القرنبيط بتاعنا. يا سلام على الريحه وعلى الخلطه وعلى الجمال. الروايح ماليه المطبخ بصراحه. احنا بنعشق الاكله دي. هنقلي بقى القرنبيط بتاعنا كده، هنديله لون حلو ذهبي كده. وكمان ما توطيش النار عشان ما يشربش منك زيت. هو كده كده مسلوق. خلي النار معاكي للقلية عالية عادي عشان ياخد منك لون بسرعة، وكمان يبقى مقرمش. ولو وطيتي هيطرى ويشرب زيت. الكل قاعد بره ايه، يلا الريحة، يلا عايزين ناكل، يلا جعانين. خلاص ما عادش الا هنقلي القرنبيط بس. وعشان نقعد بقى، وعيش طبعا من بتاعنا البلدي الحلو سخن كده وجبته من الفرن طبعا. وهنقعد نديها الاكله دي. بصراحه كلنا في اليوم ده في الاكله دي اكتر ما تكوني بتاكلي لحمه ولا فراخ. هنا انا ببص على الفول كمان اهو. انا حاطه البتاع الحله الاستانلس الصغننه دي عشان ازود منها الفول. بقول لكم بصوا الفول خلاص اهو قرب يستوي. بصوا لونه قهرمان زبده. كده خلاص القرنبيط بتاعنا هياخد لون. وهنقلبه على الجنبين وهنطلعه بقى عشان نجهز الغدوة التحفة بتاعتنا. رحت فين؟ اكيد بغسل ايدي او بجيب حاجة. هاجي استنى انا جايه لكم اهو. الشياطة دي حطها تحت الفول عشان هي مدة التوازن بتاع الدماسة وما بتبينش لا كده ولا كده عشان العيون يعني. وكمان عشان هي تبقى سخنة كأنك حطاه على سخان كهرباء. هنا الفول قرب يستوي. هحط بقى معلقة صغننة من النشا على نص كوباية من المية عشان ايه، تدي سمك المية الفول مش اكتر. برضو ما بتغيرش طعمه ولا بتعمل فيه اي حاجة. التكة ده انا شفتها وعجبتني فبتقل مية الفول وبتخليه حلو قوي معاكي وتقله حلو. نص معلقة صغننة من النشا على معلقتين من المية ونحطهم بعد الفول ما يستوي خالص عشان ما تبردش المية بتاع الفول. معلش كده الكاميرا مش جايه على الفول بالظبط، بس هي كده انا عملت المعلقتين نص معلقه النشا
على نص كوبايه من الميه او معلقتين من الميه، وهسيبه يغلي معاهم شويه. واديته تقليبه علشان يتقل السمك بتاع الميه. شفتوا الميه بتاعت الناس بتوع الفول بتبقى تقيله ازاي؟ بس دي بيحطوا فيها عيش او رز كده. بصوا اللون بتاعنا، الله 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 على الريحه، والله الله على اللون وعلى الجمال، ولون القرنبيط التحفه بتاعنا. تحفة وريحته تحفة، وكمان مقرمش لان احنا حاطينه على نار عالية ومش مخلين النار واطية عليه. يدوب هو كده كده مستوي، هياخد لون من الجنب ده والجنب ده وتطلعي. بصوا الله الله على الجمال، الله الله على الاكلة التحفة. كده خلاص هنخلص القلي بتاعنا كمان، وكمان هنطلع الفول. والله الله الله الله، يا سلام لو انتوا شامين الريحة. بصوا بقى، عملت بطاطس مهروسة، وقطعت طبق سلطة كده طرنشات، وخللنا طبق بتنجان على فلفل حار، وده القرنبيط بتاعنا اللي قلناه. وكمان عملت بطاطس من اللي انا هرستها كده، عملتها كده وقلتها في خلطة البتنجان. وبصوا الفول، يا سلام على الفول، زبدة 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 زبدة، استوى وكمان طعمه حلو. هنا هحط بقى عليه كمون وليمون وشوية زيت، وندخل على الأكلة الجامدة بجد. استوى بقى كهرمان، بقى زبدة أحسن من الحبة دول يجيبولك 20 جنيه من بره. كده خلصنا الأكلة الحلوة الجميلة بتاعتنا. يا رب تكون عجبتكم، وما تنسونوش في اللايك والشير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.